كان طالبها يما وكان قايل ان هو ينزل على التلفزيون. هو قال هينزل على التلفزيون بقى يا كنت بتمالس عليك وبقول لك ليلة قال لي هتنزل على التلفزيون اهو يا حبيبي نزلت على التلفزيون يا نزلت اهو يا بقى التلفزيون واختك بتتكلم ايه يا حبيبي اهو مالست عليك يا قلبي وعقلي وبتقول لي ليلتك هتنزل على التلفزيون يا شيرين. لا يابا ليلتك بتنزل اهو وانا اللي بتكلم يا قلبي وعقلي يابا. خبطتك صعبة على الطريق يا قلبي وعقلي يابا. انا عارفة ان انت فلاح عند ربنا حاجة تانية. ما كنتش اعرف يا قلبي ان هما بيحبوك اوي كده. ما كنتش اعرف ان الناس دي كلها بتحبك اوي كده. يا عريس الجنة يابا يا عريس الجنة يابا. يا رب هاتله حقه بس والنبي يا رب على خبطته صعبة اوي. تريلا يا رب مش حاجة تريلا موتوسيكل مفيش فيه ولا حتة سليمة يا حبيب قلبي يابا يا حبيب قلبي. قلت البلد كلها هتجيني انا بوسع عشان البلد كلها هتجيني. البلد كلها جاتلك يابا تقول لي الحريم هتيجي. قال له يابا ما توسعهاش قوي يابا. قال لي الحريم كلها هتيجي. حريم البلد كلها جاتلك يابا. قريب وغريب حبيبي يابا. حبيب قلبي من جوه وحبيبي انا بحبك قوي يا شيرين. واني كمان يا نينا عيني من جوه ما كنتش اعرف ان انا بحبك كده. حبيب قلبي من جوه. يا رب هاتله بس حقه. غلبان يا رب وهاتله حقه. حبيبي يابا. لو كمان التليفون عامل ازاي شوفوا يا ناس تليفونه عامل ازاي. مفيش حبيبي تليفونه عامل ازاي. كل شوية حتة بحتة يابا. يا حبيبي يابا يا محفظتك يا محفظتك يابا. يا تليفونك ومحفظتك يابا. هاتله حقه بس يا رب اكبر بخاطره يا رب هناك وفرح وفابره يا رب. متابعينا الكرام هاني شاب ركب موتوسيكل وراح مش على الطريق رايح متجه من منشأة عاصم لمركز دكرنس عشان ان هو يبدأ يجهز لأكل فرحه اللي هيضيف بيه معازيمه في فرحه. لكن للأسف عربية خبطته ومات في الحال ومتبقي منه محفظته وتليفونه زي ما حضراتكم شايفين. وصوان العزاء صوان خيمة الفرح انقلبت لصوان عزاء والمعزين بيعزوا في مامته واخته. النهارده كانوا المفروض ان هم بيقابلوا الناس عشان يجوا في فرحه ويهنوهم. لكن للاسف الشديد دلوقتي بيعزوهم. إن الله وإنا إليه راجعون. والدته بتطالب بالقصاص العادل. ربنا يرحمه يا رب العالمين ويغفر له ودعواتكم له بالصبر والسلوان. يا قلبي يا ابني حبيت عيني وقلبي وعمري كله يابا. يا حبيبي يا هاني يا نن عيني امك يابا. الرحمة يا رب صبرني يا رب على بعده عني. يا رب يصبرني على بعده عني يا رب يا رب يا رب. والله العظيم هيصبر يا رب يصبرني يا حبيبي يا ابني. ان شاء الله راجع يا حبيبي يا رب. هاني كان بيجهز ساب خيمة فرحه ورايح شاف لا هو عملها وكل حاجة وعمل كل حاجة وكل الزنا وكل حاجة وخد شيرين وراح قال لهم موضوع تاني انت عمل كل حاجة يا قلبي وعمري. جهز لميتم ويا قلبي اتقلب لميتم يا قلبي. فرح هينزل على التلفزيون. هينزل على القناة الفضائية وجايب شاشات عرض وجايب معرفش ايه وجايب كل حاجة.
وكان جايب تصوير من فوق الطياره اللي بتصور فوق ديت، جايب كل حاجه يا قلب، وكان جايب فرقه ودنيا ومدان. هذا امر الله. كان ماشي على الطريق زي ما انا قلت قبل كده. حصل قابلته عربيه تريلا اصطدمته عند قاع ابو عيش. هو رايح يجري لسه. كان رايح يمنية النصر يذكر. كان رايح يجيب طلباته. حصل قبل ما يمشي يعني نبه عليك. انا كنت قاعده على السلم. قال لي خش يما جوه من البرد، انا جايه اهو. نص ساعه والخبر لقيته بقى على طول. ساعتها جالي صدمه والصدمه صعبه عليا قوي. يا رب يبعت لي الصبر من عنده ويرحمه برحمته الواسعه. يا رب يرحمك يا ابني، يا رب يرحمك يا هاني، يا اسم غالي، يا قلب امك وكيف ده يا نهار يا ضنايا يا نن عيني يابا. كان دايما يتكلم معاكم قبل فرحه ان هو مبسوط وعاوز الناس كلها تحضر فرحه. وهو اللي كان مفرق الكروته بايده وكل حاجه. حبيبي اكل فرحه وزعناه النهارده يوم الجمعه، وزعناه حتى نفس رفيسه وزعناه. ده الاكل. والله العظيم. عرفتي وزعته النهارده، والله وزعت كل حاجه النهارده. رحمه ونور عليه يا قلب. حبيبي يا ابني. ربنا يصبر يا رب ان شاء الله، حقه جاي يا رب. حقه ان شاء الله راجع باذن الله. ربنا يلهم اخواته الصبر والسلام يا رب يا رب. لا شديد وان شاء الله ربنا هيلهمك الصبر يا رب. الحمد لله. هو في الجنه انت راضيه عنه؟ اكيد. امال ايه، ده ابني وحبيبي، حبيت عيني، راضيه عنه من قلبي، راضيه عنه. يرحم ربنا برحمته الواسعه واجعله من المرحومين ومن المقبولين. شفت مكان الحادث لما رحت ونزلت على الارضيه وشفت الازاز وشفت الحتت المتكسره والحاجات المتدغدغه. رحت مكنه ما فيش مكن، حتت كل حاجه. كل شويه بيجي لنا حته بحته. الناس اللي شافوا الحادث بيبعتوا لنا حته بحته اهو. اللي لم المحفظه واللي لم الخواتم واللي لم ما اعرفش ايه في الجنه يا حبيبتي. والتليفون انت شايفاه جاي معمول ازاي. في الجنه يا حبيبتي ان شاء الله. يا رب يجعله يا رب في الجنه. انت بتطالبي بايه؟ بطالب بحقه، بطالب بالناس المهمله اللي تركب عيالها عربيات ماشي ويفعصوا الناس على الطريق. حرام. بس كان واقف والاناره بتتعلق بايده والشاشات. وهو اللي مرتب لكل حاجه. كان مبسوط. معدي عليا كده في ساعتها ويبات ساعتها في ليلتها في الثلاجه. صعب عليا، صعب جدا لما يجيني الرساله ان هو توفى ودخلوه الثلاجه وبات في الثلاجه يعني. يبقى دخلته سبحان الله. ان شاء الله في الجنه يا رب باذن الله. ربنا يلهمك الصبر. اللهم امين. يعني متابعينا الكرام بنطلب من حضراتكم تدعوا لوالدته ان ربنا يلهمها الصبر والسلوان. صعب قوي جدا وصدمه كبيره عليها، وهو ابنها سايبها من ثواني وركب موتوسيكل ودخولي من البرد ورايح في طريقه عشان هو يجيب طلبات فرحه وبدلة فرحه ما تتلبس وهدومه اللي محضرها. للاسف الشديد صدمه صعبه عليه وعلى اخواته واخته طبعا. بتبكي وبيطالبوا بحقه من المستهتر اللي صدمه على الطريق وتركه كمان ومشي. وكان بيحاول ان هو يهرب من عملته، ولكن الحمد لله تم القبض عليه. اللي خبطه يا شيرين كان هرب، خبطه وسابه. صح؟ يما سابه يفرفر يما وجرى يما، سابه يفرفر وجري. لكن الحمد لله حرام عليك اما القبض عليه. بس بكره هيطلعوا ياما، هيطلعوا ياما قدام اخويا هيروح كده عادي. ان شاء الله يا عمري باذن الله حقه راجع. هيطلعوهم ياما. هيقول لك 15 سنه و16 سنه هيطلعوا. ترقصوا بترلوا على الطريق، بترقصوا على الطريق. لو اللي خبط حرام عليك. تقول له ايه؟ اقول له هات تتخبط زيه
ويتحرق قلب امك عليك زي ما انت حرقت قلبنا كده اهو. اصل دي مش اول مرة ياما، دي مش اول مرة، دي كذا مرة. معاهم فلوس كتيرة ياما بتمخطروا على السكك. لا يا قلبي لا، لا يابا حقك لا ما يروحش، لا يابا يا شيرين ان شاء يا غلبان ولا حدش واقف معاك يابا، كلنا اهو، احنا كلنا معاكم يا غلبان. ان شاء الله في الجنه باذن الله يا شيرين. يا رب ياما، يا رب بس ما يدوش فلوس للحكومة ياما. لا ما فيش الكلام ده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هو في الجنه، وان شاء الله باذن الله ينال عقابه، وهو ربنا يرحمه ويغفر له وربنا معاكم على الصدمه الكبيره اللي انتوا فيها دي، ان الفرح يتقلب. لا اله الا الله. ان شاء الله يا عريس الجنة يابا، ان شاء الله. عريس الجنة. متابعينا الكرام، كنا معاكم من منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر، وحادث أليم تعرض له عريس قبل فرحه بيوم واحد، راكب الموتوسيكل الخاص به وماشي على الطريق، وللأسف الشديد صدمته عربية كان اللي سايقها مستهتر، خبطه وفر جري. كان بيحاول يهرب، لكن الحمد لله رجال المباحث قبضوا عليه على الفور. وطبعا يعني العريس اللي كان معلق زينته والشاشات وكان الطباخ بيجهز الأكل، للأسف الشديد كل ده اتلغى، والمعازيم أصبحوا معزيين لأمه ولأخواته، والاكل اللي كان بيتجهز لان هو يتاكل في فرحه النهارده للاسف الشديد الاكل اتوزع على الناس صدقه جاريه على روحه، والخيمه اتقلبت صرادق عزاء، والاغاني اتقلبت لمقرئين بيقرؤوا في عزاء. لله الامر من قبل ومن بعد، ربنا ينهمهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. بشكركم متابعينا الكرام، والى اللقاء، وربنا يكفينا ويكفيكم شر ابتلاء وانقلاب الحال يا رب العالمين.